السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الخبر عن الدوري الإنجليزي وبالخصوص عن النجم محمد صلاح. سعر خرافي ثمن وجبة أسماك تناولها محمد صلاح. أشعل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعدما التقط صورة له خلال قضائه إجازة الصيفية في مدينة بوردروم الساحلية، حيث أثارت قيمة فاتورة عشاء موجة واسعة من التفاعلات والجدل. صلاح الذي يعد أحد أبرز نجوم كرة القدم العالمية وصل إلى منطقة جوماشوك في مدينة بودروم التركية عقب نهاية الموسم كان شاقا كلله بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2024-2025 مع ليفربول، وبتتويجه مجددا بلقب هداف البريمير ليج للمرة الرابعة في تاريخه بعد تسجيله 29 هدفا هذا الموسم. فاتورة ب75,000 جنيه ثمنا أكلة سمك. اختار محمد صلاح قضاء أحد ليالي إجازته في مطعم أسماك فاخر بصحبة 7 من أصدقائه، وبلغت فاتورة العشاء 60,000 ليرة تركية، أي ما يعادل نحو 1500 دولار أمريكي وما يقارب 75,000 جنيه مصري. حسب الصحيفة فإن الآراء تباينت عبر المنصات التركية. البعض اعتبر الرقم مبالغا فيه خاصة مقابل وجبة بحرية، بينما رأى آخرون منطقيا نظرا للموقع المطعم في أفخم مناطق تركيا، إضافة إلى أن الطاولة كانت تضم 8 أشخاص بينهم نجم يتقاضى أكثر من 42 مليون جنيه استرليني سنويا. عدسات المصورين رصدت صلاح أثناء خروجه من المطعم، حيث تعامل بهدوء مع تواجد الصحفيين ووجه لهم رسالة قصيرة قائلا: أنا هنا فقط في إجازة لو سمحتم، في إشارة منه إلى رغبته في الابتعاد عن الأضواء خلال فترة الراحة. وعقب العشاء توجه نجم المنتخب المصري إلى أحد النوادي الليلية في منطقة ياليكافاك المعروفة بأجوائها الراقية والحياة الليلية الفاخرة، حيث استكمل سهرته بصحبة أصدقائه في أجواء وصفت بالهادئة والبسيطة. أرقام محمد صلاح الموسم الماضي: قدم محمد صلاح موسما مميزا مع ليفربول، حيث توج باللقب الدوري الإنجليزي وجائزة أفضل صانع أهداف في المسابقة بعد صناعته ل 18 تمريرة حاسمة، كما انضم إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب في إنجلترا المقدمة رابطة اللاعبين المحترفين. وحصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة في تاريخه، وأفضل لاعب من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وأفضل لاعب من رابطة الكتاب الرياضيين. لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار الرياضية. تحيات.